منعقدة ما بين 7 و8 عشر من نوفمبر. ويجد صاحب الجلالة نصره الله في استقباله الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الرئيس السيد بان كيمون، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الرئيس الحالي للدورة الحالية لمؤتمر الأطراف، منعقدة ما بين 7 و8 عشر من نوفمبر. ويجد صاحب الجلالة نصره الله في استقباله الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الرئيس السيد بان كيمون، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الرئيس الحالي للدورة الحالية لمؤتمر الأطراف،